فلان مش امين، فلانه ما تنفعش في الخدمه، فلان عملوه قسيس ازاي ده، فلان ده مش بتاع جواز، فلان علاقاتها مش كويسه. كل الكلام اللي انا بقوله ده واللي ساعات كتيره بنردده كتير قوي في احاديثنا وفي قعداتنا وفي تليفوناتنا بيطلق عليه لفظ خطيه، والخطيه دي اسمها الادانه. الادانه وهو ده اللي هنتكلم عليه في الوقت اللي جاي. في 7 أسئلة هنكون بنجاوب عن موضوع الإدانة كخطية الكتاب المقدس بيكلمنا فيها بصورة واضحة. في جزء شهير جدا في إنجيل متى أصحاح 7 ومن عدد 1 بيقول: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكلون يكال لكم. في متى 5 و6 و7 الرب يسوع هو اللي بيتكلم شخصيا وبيتكلم أولاد الملكوت، بيتكلم في أشهر عظة وهي الموعظة على الجبل، وبيبدأ يكلم أولاد الملكوت أو التابعين أو التلاميذ وبيقول لهم كده: لا تدينوا لكي لا تدانوا. 7 أسئلة محتاجين نكون بنجاوبهم عن الإدانة. أول حاجة، يعني إيه إدانة؟ ما معنى كلمة إدانة؟ إدانة هي حكم على الآخرين أو إقرار مبني على أخطاء الآخرين. فهو حكم على الآخرين. أنا نصبت نفسي حاكم قاضي وابتديت أحكم: فلان ينفع، فلان ما ينفعش، فلان مؤمن، فلان كافر، فلان يخدم، فلان ما يخدمش. فده هو الإدانة. السؤال الثاني هو: ما هي خطورة الإدانة؟ خطورة الإدانة هي رقم 1 إننا مش بنحس بيها. هي من الخطايا اللي احنا بقينا بنتعامل معاها على انه عادي ان اقول رأيي في فلان، وممكن ازوق الكلمة دي واقول ده مجرد رأي، او اقول هو انا المفروض اجامل، انا لازم اقول الحقيقة، فانا اقول للاعور انت اعور في عينك. دي خطية. الحاجة التانية انه الإدانة مرتبطة بخطايا اخرى ما بتجيش لوحدها، فهي الإدانة معاها نميمة. الإدانة ممكن كمان واحنا بنتكلم على ناس بنحاول نزود، بنحاول نحط بصمتنا في الموضوع، فبيصحبها كذب، بيصحبها مبالغة، فهي مرتبطة بخطايا أخرى. الحاجة الثالثة الخطيرة جدا في خطية الإدانة هي إنه الإدانة كمان أنا بغتصب حق مش حقي. مين اللي من حقه يحكم على الآخرين؟ الله فقط. أنا بقول له معلش يا رب خليك أنت، أنا هاخد دورك، أنا هحكم على الآخرين، أنا هدين الناس وأقول مين ينفع ومين ما ينفعش. السؤال الثالث: إيه أسباب الإدانة؟ ليه إحنا بندين؟ ودي خطية منتشرة بينا كلنا، شباب كبار صغيرين أطفال، كل الناس بتعمل ده. بس يا ترى ليه احنا بندين؟ عندنا اسباب كتيرة قوي بس هذكر منها شوية قليلين. اول حاجة كبرياء الذات، انا. فلما اقول فلان ما ينفعش، انا اللي انفع. فلان ساقط، فلان في نقط ضعف، فلان في بعض النواقص، وكأني انا الكامل، انا اللي بعرف اعملها. فالكبرياء واحدة من أسباب الإدانة. تاني حاجة قلة المحبة. تعرفين المثل الشعبي اللي بيقول حبيبك يبلع لك الزلط. فأنا لو بحب شخص غالبا هعديله أخطائه، فبما أني بقف على أخطاء الآخرين وأحكم عليها، يبقى أكيد الدافع هنا هو إنه مفيش محبة، المحبة قليلة. في كورنثوس الأولى أصحاح 13 يحكي لنا عن المحبة اللي بتغفر كل شيء، المحبة اللي بتقبل كل شيء، المحبة اللي بتستر. سبب من أسباب الإدانة هو قلة المحبة. حاجة كمان هي القلب الشرير. ممكن يبقى دافع جوايا إن قلبي شرير، قلبي بس بيبص على العيوب، على السقطات، على الضعفات بتاعت الناس، مش قادر ابص على اي حاجة ايجابية. انا طول الوقت باصص على اللون الاسود اللي في حياة كل حد موجود.
سبب كمان في الإدانة هو إن احنا بننسى خطايانا. فلما باخد دور الحاكم أو القاضي بتناسى خطاياي أنا، وممكن تبقى حيلة دفاعية إن أسقط خطاياي على الآخرين. فلو أنا عندي مشكلة في الفلوس مثلا، هبدأ أحكم على الآخرين إن كلهم مش أمنا، كل الناس بتمد إيديها على الحاجات مش بتاعتها، فلان حرامي، وابدأ أتكلم في ده إن كل الناس كده، فلما أعمل أنا كده عادي، إيه المشكلة؟ ما كل الناس كده. سبب كمان في الإدانة هو محاربة عدو الخير. لازم نبقى فاهمين إن إحنا كأولاد الله، إحنا الحياة مش وردي، بالعكس المسيح هو الشخص الوحيد والقائد الوحيد اللي وعد أتباعه بأنه في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. في محاربة في العالم. المحاربة دي ممكن تبقى جاية من عدو الخير، تبقى جاية من إبليس، تبقى جاية من العالم اللي حوالينا واللي منتشر فيه قوي فكر الإدانة. وبالتالي احنا بنخوض حرب. عدو الخير نفسه يحب قوي ان يبقى في الكنيسة، ان يبقى بين جماعة المؤمنين كل الناس قاعدة بالدين بعض، والإدانة ليها نتائج هنتكلم عليها بعدين. السؤال الرابع اللي نفسنا نكون بنجاوب عليه، ليه مفروض ما ندينش؟ هو أنا ليه من مفروض كمؤمن وكشخص تابع للرب وكخادم ليه مفروض ما ندينش؟ حقيقة في أسباب كتير. أول حاجة لأننا مش كاملين. احنا مش كاملين. فاكرين الموقف اللي حصل مع الرب يسوع لما دخل الهيكل في يوحنا 8؟ وعلى فكرة الرب كان في الهيكل في الوقت ده، وكان بيعلم بيعظ، وهو بيوعظ والناس حواليه جابوا له امرأة أمسكت في ذات الفعل، وراحوا داخلين بيها جوه الهيكل جوه بيت ربنا، وراحوا حطوها قدامه وقالوا له كده: موسى في القديم قال مثل هذه ترجم، وأنت ماذا تقول؟ خلاص هم كانوا في وضع الاستعداد، وابتدوا يمسكوا الحجارة علشان يكونوا بيرجموا الست دي. والرب هنا حط المقياس، الميزان اللي المفروض كلنا نقيس عليه أنفسنا. الرب يسوع هنا قال لهم إيه؟ قال لهم: من منكم بلا خطية؟ اللي منكم بلا خطية هو اللي من حقه بس يمسك حجر ويرميها، هو بس اللي يقدر يعمل كده. وده المقياس. بما اننا كلنا مليانين ضعف، كلنا فينا نواقص، كلنا سقطنا، كلنا خطاة، يبقى مين اللي من حقه يحكم؟ تعرفين في المشهد اللي كان مع الرب يسوع في الهيكل والمرأة دي كانت قدامه، الوحيد اللي في المشهد ده من حقه يدين كان الرب يسوع. هو الوحيد اللي ما فيهوش خطية، هو الوحيد اللي ما وقعش، هو الوحيد اللي ما فيهوش ضعف. ورغم كده الكتاب يقول لنا كلهم رموا الحجارة ومشيوا، والرب راح رفع عينه وكلم الست دي وقال لها جملة مهمة جدا: أما دانك أحد؟ فردت وقالت له: لا يا سيد. فقال لها: ولا أنا أيضا. يا رب ده أنت من حقك، ده أنت الوحيد اللي ما عملتش خطية. كانوا بيقول: وأنا السيد، وأنا القوي، وأنا اللي بلا خطية مش بدين. انتوا يا اللي مليانين ضعف، يا اللي مليانين سقطات، من حقكم تدينوا؟ اكيد لا. ليه المفروض ما ندينش؟ مش بس لاننا مش كاملين، لاننا كمان الله اوصانا بوصيه واضحه في متى 7 الجزء اللي احنا قريناه. ما جاش الرب وقال لنا ايه؟ لا تدينوا يوم الاربعاء او يوم الجمعه، لا تدينوا. او قال بصوا يا جماعه، فكروا انكم ما تدينوش قوي، دينوا نص نص، لا تدينوا. في فعل امر واضح من السيد بيقول لكل اولاده لا تدينوا، ما تعملوش ده، واحنا قادرين نعمل ده كل يوم ومتصالحين مع الموضوع. عشان كده احنا عندنا مشكله. النقطه الثالثه ليه مفروض ما ندينش؟ بيقول: انظروا الى نهايه سيرتهم وتمثلوا بهم. انتم متخيلين الايه دي اللي ممكن نكون بس واخدينها في الجزء بتاع الشفاعة أو القديسين؟ الحقيقة الآية دي آية مهمة جدا،
لأن الآية دي بتقول لنا انظروا إلى نهاية سيرتهم، مش نص سيرتهم، مش وقت ضعفهم، مش في مشهد معين من سيرتهم بتحكموا عليهم. انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بهم. فلو أنا ببص مثلا على إيليا، مش هبص على الوقت اللي ذهب من أجل نفسه، أو الوقت اللي اتمنى إن هو يكون بيموت وحياته تنتهي. وأنا ببص على حياة واحد زي داود، مش هينفع أبص لداود لما زنى أو اشتهى أو فكر في مكيدة عشان يقتل الشخص زوج الست اللي زنى معاه. مش هبص على المشهد ده، أنا بتعلم من المشهد ده، بس أنا مش هبص على المشهد ده. أنا هبص على نهاية داود، الشخص اللي حسب قلب الله، الشخص اللي الرب استخدمه بصورة غير عادية في حياة نفوس كتير على مدار التاريخ. انظروا إلى نهاية سيرتهم، مش مشهد معين في سيرتهم. عشان كده واحنا بنبص لبعض، انت عارف ده انهي مشهد في الحياة؟ انت عارف وقت الضعف ده انه هيجي بعدها وقت تاني الرب هيكون بيشكل في حياته وينفع يطلع منه بطل للإيمان ولا لا؟ فكر كويس قبل ما تدين. السبب الرابع ليه احنا مفروض ما ندينش، لانه ده مش من حقي، ده من حق الله فقط. حضرتك وانت بتعمل ده انت بتقول لربنا يا رب انا هاخد حقك، انا هاخد دورك، انا هستخدم دورك ليا، انا نصبت نفسي اله. يا للدرجه دي؟ انت نصبت نفسك اله على البشر وابتديت تحكم عليهم مين ينفع ومين ما ينفعش. السبب الخامس، المسيح في المشهد بتاع يوحنا 8 وهو القوي وهو القادر وهو الكامل لا يدين. وأمرنا برضو بأمر تاني مباشر، قال تمثلوا بي لأني وديع ومتواضع القلب. هو ما أدنش، فأنا لازم أكون واخده قدوة ليا وأعمل زيه. فهو قدر يحب، هو قدر يغفر، هو كمان قدر يتحكم في نفسه فلم يدين أحد، ما حكمش على الناس، بالعكس كان دايما بيديهم فرصة تانية، دايما بيقول لهم يوجد رجاء. السبب السادس ليه مفروض ما ندينش، لأنه دورنا مش إن احنا نوقع بعض، دورنا إن احنا نحب بعض ونبني بعض. ده دور الكنيسة. الكنيسة مفروض موجودة عشان تبني بعض، عشان تستر على بعض، عشان تسند بعض، عشان كلنا كأعضاء في جسد المسيح نكون بنشدد بعض ونقوم بعض. السؤال الخامس، بما أنه في دينونة وفي ناس بتدين يمين وشمال سواء بره الكنيسة أو جوه الكنيسة، إيه نتائج الدينونة؟ الحقيقة لما بندين في نتائج كتير بتحصل، لكن أهمها أول حاجة أنا بقع في خطايا تانية. زي ما كنا بنقول الإدانة ما بتجيش لوحدها، فتيجي معاها حاجة اسمها النميمة، فأنا بقع في خطية اسمها نميمة لأن قاعد بتكلم عن الناس. بقع في خطية تانية اسمها كذب، بقع في خطية تالتة اسمها فكر شرير، بقع في خطية كمان اسمها ظن السوء، لأن أنا كمان ببحث عن دوافع الآخرين، عملوا كده ليه؟ فهي خطية بيجي معاها خطايا تانية. نتائج الدينونة كمان هي انقسامات شلالية جوه الكنيسة. فأنا لما بدين غيري بنبدأ ننقسم، المجموعة اللي معايا وبتسنده تبقى فريق، والمجموعة اللي هنا فريق، والمجموعة اللي معايا فريق، بتبقى كنيسة الرب جسد المسيح منقسم، كل جزء في حتة. من الأساس أو بداية الموضوع هتلاقوه دايما الإدانة، خطية الإدانة. من نتائج الدينونة كمان إن أنا بقع في الجزء اللي كان بيكلمنا فيه الرب في متى 7 اللي هو بالكيل الذي به تدينون تدانون. كل مرة فيها أنا بدين النتيجة الفورية بتاعتها هي إيه؟ إن أنا بأدان، فأنا بقع على طول في إني ببقى مدان من الله كل ما أعمل ده. واحدة كمان من النتائج المهمة جدا إن أنا كل مرة بدين فيها ببعد نفسي عن المشهد، بتغاضى عن عيوبي، عن خطاياي، عن مشاكلي، ببص في حياة الناس واتشغل بيها، ما ببصش في حياتي، ما ببصش في ضعفاتي،
ما ببصش في مشاكلي أنا. السؤال السادس: هل في دينونة مقبولة؟ تفتكروا في دينونة مقبولة؟ يعني في حد يدين وساعتها يبقى مقبول للرب ومش بالنسبة للرب مش خطية؟ ولا لا؟ الحقيقة ازاي بقى؟ لو انا اب، لو انا ام، لو انا مسؤول عن ناس تحتية، محتاج في وقت من الاوقات ان انا ادين. فانا لو لقيت ابني مثلا واخد نصيب اخته من الاكل وابتدى ياكله وانا قايل له ان ده نصيب اختك، هاجي اقول له ايه؟ دي يا فلان دي اسمها سرقه. ما يجيش ابني ويقول لي ايه؟ لا تدينوا لكي لا تدان. ما ينفعش. ده دوري كأب اني اعلمه ايه الصح وايه الخطأ، ولازم اقول اللفظ المظبوط على الخطية عشان يفهم هو وقع في ايه بالظبط. فانا كأب، انا كأم، من حقي ان انا ادين بعض الافعال لولادي بغرض التعليم. طب لو انا شغال وكيل نيابة، ما ينفعش يجي وكيل النيابة ويقول له يا فلان انت مذنب لانك اخدت حاجات مش بتاعتك، ده هيتعاقب عليه بجنحة او جريمة اسمها سرقة. فيجي الشخص اللي سرق يقول له لا تدينوا لكي لا ما ينفعش. ده دوره، ده بيعلن عدل الله من خلال قوانين فيها بيقول العدل هو 1 2 3. ايه كمان؟ لو حضرتك خادم، لو حضرتك قائد في كنيسة، لو حضرتك مسؤول عن تعليم الناس، كل فكر لا يرضي الله، كل فكر ضد الكلمة المقدسة، المفروض تعمل ايه؟ تدين صاحبه ولا تدين الفكر؟ مفروض تدين الفكر. كل هرطقة، كل فكرة مغلوطة ينفع اقول يا جماعة من دافع مسؤوليتي وحسب النور اللي وصل لي من اعلان كلمة الله ان الفكر ده ضد كلمة الله. ليه؟ لانه كلمة الله بتقول 1 2 3. فده دوري. ساعتها الادانة للفكر مش للشخص هتكون مقبولة بالنسبة للرب. السؤال السابع والاخير هو ازاي اتخلص من الادانة؟ لو الادانة موجودة في حياتي اتخلص منها ازاي؟ رقم 1: تذكر خطاياك. من فضلك ما تبصش على خيرك، فكر بس في نفسك. بص لنفسك وانت جاي بتحكم على حد انه مثلا ملتوي بيقول كلام ويعني بيه اكتر من معنى. بص لنفسك، هل كل كلامك مباشر؟ هل نيتك بتبقى دايما نقية وانت بتتكلم ولا لا؟ بص لنفسك وانت بتتكلم على الاخرين علاقاتهم مش مظبوطة، هل كل علاقاتك مقدسة؟ هل كل علاقاتك بتمجد الله؟ بص لنفسك. اول ما تفكر في الاخرين بص على نفسك. ده رقم 1. رقم 2: احسن الظن. من فضلك ادي مساحة انه يكون فيه اعذار مقدسة للاخرين في فعل الشيء. فحد اتأخر مش تحت شرط انه يكون استهانة بيا، مش تحت شرط خالص انه يكون مش بيحترمني. ممكن يبقى في اسباب تانية، ممكن اتعطل في المواصلات، ممكن يكون دخلت عليه حاجة مهمة جدا في حياته عطلته. في أسباب كتير ينفع ألتمس بيها الأعذار للآخرين. فأحسن الظن. مش كل 2 واقفين مع بعض يبقى لازم يبقى فيه علاقة بينهم. مش كل حد بيلبس لبس معين لازم أصنفه وأقول عليه إنه شخص مش كويس. مش كل حد بيتعامل مع الناس ببساطة لازم يبقى عنده مصلحة، وهكذا. أحسن الظن. النقطة الثالثة المهمة جدا: بص على الحاجة الإيجابية. من فضلك ما تشطبش على شخص لأنه وقع في شيء. كلنا بنقع. لو أنت فكرت في نفسك، هو أنت كم مرة وقعت؟ وكم مرة وأنت واقع في شيء بتبقى منتظر من الآخرين إنهم يدولك فرصة تانية؟ لو أنت منتظر ده من الآخرين يبقى كمان الآخرين منتظرين منك كده. وبص كمان على إيجابيات الآخرين، بص على النقط الإيجابية، بص على المواقف الكتير. على فكرة في علاقات بتنتهي بسبب غلطة، وكأننا بنشطب على تاريخ الأشخاص دي
بكل تصرفاتهم ومواقفهم الجميلة عشان بس غلط في الحاجة الفلانية. انت محتاج تبص على الإيجابي في حياة الآخرين. احذر التعميم. يعني ايه؟ يعني مش كل حد بيقول الكلمات الفلانية او كل حد بيشكر في حد لازم يبقى شخص وصولي. مش لازم. ينفع يكون بيشكر بناء على قناعات، هو مقتنع بكده، هو شايف انه فلان ده كويس، هو شايف انه فلان ده ليه تأثير ايجابي في حياته. مش لازم كل حاجة نحط لها عنوان ويبقى هو ده العموم. اول ما حد يعمل كده نحط عليه العنوان ده. النقطة الأخيرة، لا تكثر من الكلام. الكلام الكتير، تعرفين عشان نحكي مع بعض، عشان نطول مدة القعدة، عشان نطول مدة المكالمة، لازم نجيب سيرة فلان وفلانة واللي عمل واللي سوى، ونلاقي نفسنا بننجر تلقائيا ناحية الإدانة بطريقة بديهية. عشان كده من فضلك لا تكثر الكلام، لأنه كثرة الكلام لا تخلو من المعصية. أختم معاكم بالقصة دي، قصة مشهورة. كان أب وبنته راكبين قطر، وبنته قاعدة جنبه، وبعدين بتبص من الشباك فابتدت تشوف شجر، فقالت الله يا بابا شجر أخضر جميل لونه حلو قوي، وبص يا بابا قد إيه الورقة شكلها جميل ودقيق جدا، بص كمان الشمس لونها صفرة وجميلة ومنورة. والبنت صوتها عالي، فكل الناس اللي قاعدين في القطر ابتدوا يبصوا لبعض، ايه ده البنت باين عليها 12 سنة، أول مرة تشوف الشجر وأول مرة تشوف الشمس. الأب لاحظ إنه الناس اللي حواليه قاعدين بيتكلموا، فراح واقف كده في نص القطر وقال لهم يا جماعة أنا آسف لو انبهار بنتي بالحاجات اللي حوالينا كلفت نظركم، بس عايز أقول لكم حاجة. أنا النهاردة راجع أنا وبنتي من عند الدكتور، وبنتي لأول مرة بعد 12 سنة في حياتها تشوف، أول مرة تشوف، فبالنسبة لها انبهار إنها تشوف الشجرة وانبهار إنها تشوف الشمس. أول ما قال الأب كده كل واحد من اللي موجودين في القطر كسف. من فضلك قبل ما تحكم فكر في نفسك، وفكر كمان في أعذار للآخرين، لأن الإدانة هي خطية، مش أي خطية، هي خطية وممكن تدمر الحياة.